برحب بحضراتكم مرة تانية وشكرا للزميل المعلق كابتن حسام صديق. الحقيقة مباراة يعني شفنا خلالها نادي ديكيرنس الحقيقة بيتقدم بهدف علي شوقي في الدقيقة 8 من المباراة. بعدها في فرص ضائعة كتير جدا كانت من فرقة طنطا زي ما احنا شايفين أمامنا هدف علي شوقي. فرص ضاعت من نادي طنطا بشكل كبير جدا، وفرصه ايضا كانت قبل نهايه الشوط الاول بدقائق برضو ضاعت من علي شوقي، كان ممكن من خلالها نادي ديكيرنس يحرز الهدف الثاني ويعزز وجوده في المباراه. خليني ابدا مع كابتن هاني. النهارده بعد الشوط عفوا الهدف الاول، بعدها شفنا طنطا بدا يدخل جوه المباراه وضيع فرص كتير. الاول بس خليني اقول الكابتن احمد صالح هو اللي كسب الرهان، لان فرقه واحده بس اللي جابت جول فعلا زي ما هو قال. لكن الرهان على ايه طيب؟ هو ما قالش، هو قال في فرقه، هو قال في فرقه هتجيب جول وهو اللي كسب فلازم نحييه طبعا على توقعه يعني. صحيح. مباراه ممتعه بصراحه، يعني مباراه قويه، مباراه سريعه جدا من الفرقتين. والله يعني انا شخصيا بشكر الكابتن عمرو انور والكابتن حسام عبد العال على المباراه السريعه قوي دي والريتم السريع، مش كل شويه بقى واحد يقع وواحد يوقف المباراه، لا المباراه سريعه وماشيه بشكل قوي. في فرص من الفرقتين، ضغط ديكيرنس في الاول وقدر ان هو يحرز هدف جميل بصراحه، وهدف يعني مش عايز اقول فيه تحركات وفيه لعب وفيه تسديد، لكن هدف فعلا دوري ممتاز. بعديها فريق طنطا ضغط بشكل قوي على فريق ديكيرنس، وبصراحه يعني سوء بخت غير طبيعي يعني اكتر من كوره كان لازم تبقى جول، منها الكوره اللي احنا شايفينها دلوقتي في العارضه من كريم اسامه، واكتر من كوره لعبد المنعم لعبد الرحمن الدح، وحسام جماليه برضو اكتر من كوره ضاعت، فادى بشكل كويس. لكن لغايه دلوقتي فريق ديكيرنس قادر ان هو يحافظ على نفسه، وكان هيخطف المباراه جون اهو زي ما احنا شايفين، جول عالمي بصراحه يعني تحرك حلو قوي، واسلام نبيل بيلعبها بشكل يعني جميل، وبصراحه لا جول من اجوال الدرجه الاولى. على فكره علي من اللعيبه الكبار المحترمين واللي لعب في اكتر من مكان، وهو حظه بيبقى ماشي مع ديكيرنس، يمكن ما كانش موفق شويه في القناه او الاتصالات، لكن انا بشوف ان حظه دايما ماشي مع فريق ديكيرنس، بيقدم معاهم بشكل قوي يعني. لكن مباراه بصراحه سريعه من الفرقتين، قويه زي ما احنا شايفين، جول حلو قوي قوي، وشايف ان لا لسه المباراه ما خلصتش. انا حاسس ان لسه ممكن يبقى في اجوال تاني، ولا بلاش اتوقع بقى عشان النهارده مش يومي يعني هقول ان لا ممكن يبقى في جوال تاني، شوط تاني يعني ان شاء الله. كابتن احمد، الحقيقه يعني ديكيرنس النهارده غير في التشكيل، وواضح ان هذه التغييرات اتت ثمارها في الشوط الاول. هي اتت ثمارها في الملعب كله. ديكيرنس عامل شغل كويس جدا جدا. الكابتن حسام عبد العال والكابتن عمرو انور مش متحفظين، بيلعبوا كره جماهيريه، كره حلوه، الناس كلها مش خايفه، وده في حد ذاته فرقتين المفروض بينافسوا على الصعود الاثنين. ممكن حد تاني يقول لك اخد بونت من فرقه كبيره واروح اكسب فرقه اقل عشان بعد كده اوقفها عندي. مثلا حسام ممكن يفكر كده انا رايح اخد بونت من طنطا وارجع، لكن لا، انا شايف ان حسام بيلعب كره متحرره جدا، بيجبر لعيبته ان هو يشتغل يحضر من تحت، حتى وهو كسبان بيحضر من تحت. في بعض المدربين ممكن يدافع ويخلي الكره في نص الملعب المهاجم بتاعه ويشتغل ويطلع لعيبته خالص من نص الملعب بتاعه هو. لكن انا شايف ان حسام عبد العال وكابتن عمرو انور عاملين شغل كويس جدا جدا. كمان الجبهتين مكسرين بعض بلغه الكوره كده. الجبهه الشمال بتاعه ديكيرنس عامله شغل جامد جدا، كان احمد عيد وعادل فكري واحمد سمير، ومعاهم طبعا اسلام نبيل وعلي شوقي. الجبهه دي شغاله بشكل كويس جدا جدا، مع هي الفرقه كلها شغاله بشكل كويس. لكن ده الجبهه الشمال لديكيرنس مع الجبهه اليمين لنادي طنطا، اسلام النجار وعبد الرحمن الدح، وده لعب كويس جدا جدا، وكريم اسامه وحسام جماليه وشريف مجدي. الجبهتين دول
طول الشوط في جري كتير جدا، طول الشوط الجبهات من عندهم، كمان كونيه عامل شغل كبير جدا من الجبهه اليمين يعني. لا الفرقتين عاجبيني جدا على ارض الملعب، على ادائهم مميز جدا جدا الجبهتين بشكل عام. في كوره حلوه النهارده، مع ان انا كنت ندمان ان انا جاي للاستوديو بصراحه عشان كاس العالم شغال وكده، فقلت يعني احنا عندنا كاس عالم في الدرجه الثانيه لوحدينا. بصراحه انا مستمتع النهارده بالشوط الاول بتاع كده. صحيح. وبعدين يا كابتن ما تندمش وانت قاعد معانا ومع كابتن هاني العقبي طبعا. دي نتائج الشوط الاول في مباريات النهارده. المنصوره متقدم على بروكسي وورك 1-0، وده هيقلق بشكل كبير جدا طبعا بكيرنس لانه عايز يعدي. الدنيا بتبقى اسهل واهدى كتير. طبعا انا شايف مفاجآت في الشوط الاول، لان يعني الاولمبي ان هو يبقى متعادل مع ناباروف في ملعبه 0-0 استكمالا للنتائج الغير موفقه الفتره اللي فاتت، برغم ان البدايه كانت قويه جدا 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 من كابتن رمضان السيد وفريق الاولمبي كان ماشي بشكل كويس جدا. الحمام والبلديه لسه قاعدين بنتكلم ان ملعب الحمام اللي ما راحش لعب فيه فاتوا كتير في الكوره، يعني ما عرفش حاجات كتير، لان الملعب مش اي حد يعرف يلعب عليه ومش اي حد يعرف يتعامل معاه. اللي بياخد نقطه من فريق الحمام في ملعبه ده كده بطل الابطال، اللي بيكسب ده المفروض يتعمل له تمثال وهو خارج كده، يعني يتعمل له تمثال. لكن مباراه صعبه جدا على فرقه البلديه. ابو قير برضو والمصري بالسلوم، ابو قير المفروض المصري بالسلوم اصلا بيلعب بفريق انبي اللي هو الولاد الصغيرين، المفروض ان هو يبقى النتيجه يعني تبقى غير كده خالص، لكن ممكن يكون متاثر من النتيجه الكبيره اللي كانت معاه بلديه المحله المباراه اللي فاتت. سبورتنج ماشي بخطى ثابته وعمال بيتسحب واحده واحده. طبعا يعني لغايه دلوقتي 1-0 على المجد. انا بقول برضو سبورتنج ملعبه حافظه، لانه ملعب نجيل صناعي وملعب ضيق وبيعرف يلعب عليه بشكل كويس وبيعرف يجمع نقاط من الملعب ده. بايونيرز وجمهوريه شبين طبعا التعادل، ودي نتيجه ما تخدمش بايونيرز كتير لان المباراه في ملعبه وهو كمان اخر الدوري، فالظروف بالنسبه له صعبه يعني. تعليق حضرتك على النتائج؟ لا انا شايف النتائج هتتغير تاني، يعني في 3-4 فرق النتائج بتاعتهم هتتغير تاني الشوط الثاني بما فيهم على ارض المنصوره ده بيديله الافضليه طبعا، لكن بروكسي مش هيسكت، يعني بروكسي فرقه كويسه بتشتغل، عندهم اطراف كويسه، عندهم فرق كويس، فاعتقد لسه النتيجه هيبقى فيها تغيير ان كان بقى المنصوره او البروكسي، لكن في تغيير يعني. النادي الاولمبي يعني على ارضه يعني صعب جدا جدا، لكن دوماني مع نابارو اتمنى له طبعا التوفيق. دوماني من الناس العزيزه جدا جدا بيشتغل مدرب كبير ويتعب بقاله فتره كبيره جدا في الدرجه الثالثه، فالموسم ده شغال في الممتاز بيه، فاكيد الدرجه الثالثه غير الممتاز بيه، فانا عايز الناس تستحمله في نادي نابارو، وجماهير نابارو طبعا عاشقه لكره القدم وبيحبوا الدوماني جدا جدا، فانا ببقى داعم طبعا للدوماني يعني. لكن فرق الامكانيات طبعا النادي الاولمبي هيبقى عنده اللعيبه وعنده امكانيات اعلى كتير من نادي نابارو يعني. طيب خلينا نشوف لقاء الملعب مع الزميل احمد عبد الرازق، طبعا معاه مهندس شايل حاجات كده غريبه وعجيبه وموفق النهارده، يعني اكتر من كوره الفريق طنطا بصراحه، يعني مباراه حلوه بصراحه. كابتن احمد، كابتن حسام عبد العال المفروض يعمل ايه في الشوط الثاني؟ لا حسام ما بيغيرش طريقته الا في اخر حاجات ممكن، يعني ما بيحبش يدافع بشكل كبير، بيحب يلعب دايما، بيحب يهاجم دايما، بيحب يشتغل على الجبهات دايما، بيحب ينقل الكره من رجل لرجل. فاعتقد هو لو فضلت النتيجه كده هينزل مدافع اكيد او ينزل حد في نص الملعب، يبقى عامل زحمه شويه، يبقى ثلاثه في نص الملعب، ودي هو ما بيشتغلهاش كتير الا في اضيق الحدود يعني. او مساك ثالث في الاخر خالص لو النتيجه فضلت كده، لكن انا شايف ان النتيجه هيبقى لحد 60-70 دقيقه، بعد كده ممكن لغايه الدقيقه 60 في التوقيتات دي، الا لو حصل حاجه من خلال الاصابات او انذارات او حاجه يعني. كابتن هاني، انا شايفه ان انت منفعل مع
مع شوطات المباراه وبدات تلعب بدماغك يعني. وبدات العب الكوره مش شايفه رجلك تحت، ممكن تكون بتشوط بس انا شايفه دماغك فوق بتشوط يعني. برضو كابتن عمرو انور هيتعامل ازاي مع المباراه في خلال الشوط؟ لازم يضغط، خسران ويعني هو بخته الوحش ان هو ما تعادلش، لكن في نفس الوقت هو خلاص دلوقتي هيلعب قمار، يكسب يخسر. لان مش هقول بقى لازم الكلام المثالي اللي هو بتاع يخلي باله، ما فيش في الكوره ما فيش مثاليه، مش هيفتح، هو لازم يضغط. فادام هيضغط على الفرقه اللي قدامه لازم يبقى في مساحات عنده، مش هيعرف يضغط ويقفل المساحات، ما يبقى احنا بنتكلم كلام ملوش علاقه بالكوره. ادام هيضغط علشان يجيب جول وعلشان يتعادل وعشان يكسب، لان المباراه في ملعبه لازم هيبقى في عنده مساحات. هنقعد بقى نتكلم الكلام اللي هو المثالي اللي هو لازم يخلي باله من، هيخلي باله ازاي يعني هيلعب 15 لعيب، ما هم 11 ضد 11 في الاخر. فلازم يضغط ولازم يجازف، لان في الاخر هو ما عندوش حل تاني، خصوصا ان في عدم توفيق بيلازمه، فلازم ان هو يضغط قوي. يبقى خلاص لازم العب علشان اتعادل وبعدين ابدا افكر في المكسب. لكن الكلام بقى بتاع المثاليه اصله لازم وهيقفل مساحات ازاي؟ ما ينفعش. هتضغطي على الفرقه اللي قدامك لازم يبقى فيه مساحات. فده طبيعي في الكوره، لكن هو هيعمل اللي المفروض لو انا موجود مكانه هعمله، ولو احمد موجود مكانه هيعمله، ان هو هينزل يضغط عشان يتعادل، عشان يخلي اللعيبه بعد كده تبدا تتحمس وتبدا تفكر في المكسب. دخل في جول خلاص، ما هو ده وارد في الكوره، لكن اهم حاجه ان هو المباراه في ملعبه لازم يتعادل علشان يفكر في المكسب بعد كده. طب كابتن احمد شايف مع هذا الضغط انه كابتن حسام عبد العال مش هيلعب بالطريقه الدفاعيه؟ لا انا شايف بالفعل طنطا بيضغط وعامل جبهه هايله وبيوصل ويضيع، وبرده حسام عبد العال بيلقي الكره على الارض وبيحضر من تحت وبيروح بالجبهه الشمال بشكل قوي جدا. يعني من الشوط الاول واحنا شايفين ماتش كويس، ان كان طنطا بتضغط بتشتغل، وبرده ما بيستحوذ نادي كيرنس او فرقه حسام عبد العال بتنقل الكره على الارض وكره سريعه جدا. انا شايف ان الفرقتين عاملين جيم كويس جدا جدا، كره على الارض سليمه. الفرقتين ده مش ماتش ممتاز بيه، يعني اللي انا شايفه ماتش احنا مستمتعين النهارده بالممتاز بيه، بقى لنا فتره كبيره ما شفناش ماتش زي كده من فتره طويله جدا. اتمنى كل الماتشات في الممتاز بيه تبقى بنفس الجرأه بتاعه الاثنين مدربين. كابتن عمرو انور جريء في لعبه، يشتغل ضاغط، مش يعني عايز يعوض بس على ارضه كمان. يعني يمكن دي كمان اللي مخليه ان هو مش منظمين شويه في حته انهاء الهجمه عند اللعيبه، عشان السرعه بتاعتهم والتسرع بتاعهم. وخلي بالك برضو المهاجم الاساسي بتاعه ميدو جمال مصاب، فده برضو عامل له مشكله. والاثنين الديفندرات اللي في نص الملعب زيكو وعمر، الاثنين برضو مش موجودين. غيري كمان عنده يعني وعنده غيابات كتير. كابتن عمرو انور عنده ساهر عبد المنعم، اسلام فؤاد كمان ده لعيب كويس، حسام غالي لعيب كويس، ميدو وعبد الرؤوف يعني لا في حتى لو في غيابات، فالناس اللي موجوده على ارض الملعب شغالين بشكل كويس وبيأدوا بشكل كويس. لكن حسام عبد العال وثقته في لعيبته برضه، حتى لو هو مغير 2 3 لعيبه، لكن ثقته في لعيبته وثقته في نفسه هو كمدير فني، صحيح، ان هو بيمسك كوره وبيشتغل، وثقه الاداره فيه كبيره. طبعا فعلا. كابتن هاني، ممكن يبقى في تغيير في طنطا؟ مين اللي ممكن ينزله، او ايه الاوراق الرابحه اللي ممكن تكون موجوده بره على الدكه اللي ممكن ينزلها كابتن عمرو انور؟ كذلك برضه بالنسبه لان في غيابات عنده، فهو غصب عنه الموضوع مش هيبقى سهل، لان الغيابات اللي عنده مؤثره. لكن هو هيضطر طبعا اكيد لو في فيرود تاني اكيد لازم يلاعب فيرود، مع ان الثلاثه اللي قدام ماشيين كويس. حسام جمال ماشي كويس، بابا كوني يعني هو بس فاضل له بس اللمسه الاخيره او القرار، ياخد قرار بس، لان هو بيعدي ساعات في اوقات كويس لكن ما بياخدش القرار الاخير، فلازم ياخد القرار عشان خاطر يقدر ان هو يبقى مؤثر في الاخر. كريم اسامه برضو شغال، لكن ما اظنش ان هو هيبدا بتغييرات، لازم هيستنى شويه لغايه ما الماتش يمشي وبعدين يبدا بالتغييرات بعد كده، بعد 10 دقائق كده او ربع ساعه كتير يعني. تمام. اعتقد حسام عبد العال لو هينزل، لو فضلت النتيجه وهو كسبان
والوقت اتاخر شويه يعني قبل ربع ساعه ولا حاجه او قبل ثلث ساعه ممكن ينزل حد في نص الملعب ديفندر او ينزل مساك. لو فضل لو جه في جون اكيد هينزل جناح، وهو طبعا بطبيعه الحال حسام بينزل جناح وممكن فرود وممكن طرف يمين، يعني نفس الكلام. يعني الحته الهجوميه موجوده ان كان ديفندر او مساك او جناح، فعنده 5 تغييرات ممكن يشتغل بهم في كل الاماكن، يعني على حسب سير المباراه وانا كسبان او متعادل او خسران بيقدر يعمل تغييرات يعني. طيب انت قلت لي اهداف في الشوط الثاني، بس اهداف لمين؟ طنطا. انت قلقان النهارده؟ لا اصلا مش يومي بقى. مش اتوقع مش يومي. طنطا هنشوف لها اهداف؟ لا في اهداف طبعا في الشوط الثاني. بس طنطا ولا ديكيرنس؟ لا في اهداف ممكن لطنطا او ممكن للكريس، لكن في اهداف. بص قال لك كويس ان انا امنت نفسي في الشوط الاول مش هقول. لا في اهداف، لان الماتش حلو، الماتش متوقع ان صحيح ممتع الحقيقه ممتع، لكن الفريقين الاجواء حلوه، الملعب حلو، جماهير ونجيله حلوه، فاهم حاجه بتفتح النفس، بتخليكي بتلعبي الماتشات واللعيبه روحها حلوه في الملعب بالظبط. النواحي البدنيه كمان مساعده اللعيبه ان هي تشتغل بصراحه، فالماتش كويس ممكن هنا او هنا يجيب شوط ثاني. خلينا نستمتع ان شاء الله بالشوط الثاني ما بين طنطا وديكيرنس، واللي انتهى شوطه الاول طبعا بهدف لديكيرنس هيخلينا ننتقل للملعب، يعني الملعب على وشك ان هو يبدا، ونستمتع ان شاء الله بالشوط الثاني.